اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهلا وسهلا بكم في قناه بيتك احلى مع شيمو. النهارده ان شاء الله هنعمل روتين حلو قوي مع بعض، يعني من اول ما صحيت كده لحد الفطار، وهنعمل مع بعض حلويات والفطار بتاعنا. وهقول لكم كمان على حاجه يعني ما كنتش عامله حسابها خالص، وللاسف اضطريت ان انا اعملها، هتشوفوا معايا في الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو بقى ما تنسوش تحطوا لايك حلو كده منكم، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه كده دي حاجات كنت شاريها من رنين، كانت علب تلاجة كانوا مع بعض عاملين 50 بدل 70، والبوله دي برضو اكريليك كانت عامله 50 بدل 70 برضو. وكان في منها حاجات كتير بس انا جبتها عشان خاطر الفاكهه، وممكن بقى لو احط بيها كابوتشي حاجات زي كده، بس ما انصحكيش تحطي فيها ميه لانها مش هتستحمل مع التقل الحاجات اللي هتحطيها تانية يعني. بعد كده بقى هما كانوا 7 علب وحلوين قوي. اهم حاجه تتاكدي ان هما رقم 5، وبلاش نحط فيها حاجات سخنه عشان خاطر البلاستيك بيتفاعل. بعد كده بقى اول حاجه ببدا بيها يومي هي الغسيل، عشان خاطر طبعا ايه لو في كذا دوره يعني احطها ورا بعض، بسيب الغساله تريح شويه وكمان تلحق ان هي تنشف. دي كنت احطها قبل ما انام، بحب دايما قبل ما انام احط كده عشان لما اصحى الصبح الاقيها خلاص خلصت انشر، واحط بقى واحده تانية تكون ريحت وقت طويل. بعد كده بقى دخلت عشان خاطر افضي كل المخدات اللي عندي اللي هي الكوشن، عشان خاطر كنت عايزه اغسل الاكياس بتاعتها. وكمان الحاجه بقى اللي انا وقعت فيها، طبعا لما تيجي تعملي حاجه نصيحتي ان انتي تبقي رايحه فاهمه كل حاجه، عارفه كل حاجه، اللي قدامك ما يحسش ان انتي في حاجات واقعه منك، لان في صناعيه ما بيبقاش عندها ضمير اصلا، وبتعمل الحاجه بدون ضمير. في ناس بيبقى عندها ضمير وناس لا. الحاجات اللي في الارض ديت كانت ماليه المخدات عندي، وانا كل فتره كنت بغير مخده. لما جيت عملت الركنه للاسف ما كانش عنده ضمير، فحط لي حاجات من اللي هي زي كده مش فايبر خالص، او كان حاطط فايبر من بره كده حاجات بسيطه خالص، يعني ممكن يكون ما عملش كيس واحد والباقي كله كان بالشكل ده. فطبعا انا بدات اكتشف واحده واحده لما بقيت اعدل او بقيت افتح واجي اغسل المخده الاقي فيها حاجات غريبه مش فايبر. فالمهم يعني كمان الركنه اتكسرت القديمه اللي كانت عندي، والاستك بتاعها فلت من بقى استخدام الاطفال، بس هي بقى لها يعني 4 سنين او اكتر، مش فاكره والله امتى بالظبط، بس يعني ما لحقتش ان هي تتكسر او تتبهدل البهدله دي. وكان نفسي ان انا اسيب القماش بتاعها زي ما هو، بس هو قال لي للاسف لازم ان احنا هنفورها، فهتحتاج ان احنا نغير القماش. فهغير بقى القماش بتاعها، وطبعا هشد بقى احط استك تاني ونعدل الخشب بتاعها، لان هي يعني صراحه حلتها حلوه من ناحيه بقيه الخشب اللي فيها يعني والاسفنج والحاجات ديت. وطبعا الاسفنج زي ما هو، بس هعمل فيها تعديل بسيط يعني، وهعدل بقى الحاجات اللي باظت. فاهم حاجه ان انت تكوني فاهمه كويس قوي وعارفه بتعملي ايه، عشان خاطر ما تقعيش في اخطاء زي اللي انا بقع فيها، او انا اتعلمت منها طبعا يعني اول مره غير تاني مره لما جيت اعمل. ان شاء الله بقى لما اخلص الركنه ديت هعمل لكم بقى جوله في الريسبشن كله، واقول لكم على الحاجات اللي انا عملتها فيه وايه الاخطاء اللي وقعت فيها. برضو تاني في اخطاء تاني وقعت فيها لما جيت عملت الريسبشن، واقول لكم بقى هنقل لكم خبرتي باذن الله يعني. بعد كده بقى دخلت عدلت الاوضه طبعا، ومكان الفايبر في حاجات وقعت. انا طبعا هفكك الفايبر ده كله من بعضه، وهشيل الحاجات اللي مش نظيفه فيه، وهطلعه بقى وهظبط المخدات كده وابقى اوريها لكم. السجاد طبعا انا كنت عاملاه معاكم، بس لما دخلوا الناس ياخدوا الركنه للاسف دخلوا بالاحذيه، مع اني كنت مغطيه السجاد لان كنت متاكده ان ده هيحصل، بس برضو شفت حد داس عليه، فاضطريت بقى ان انا اعمله كده واعقمه بشويه كلوريكس وميه سخنه وبرسيل جل، وهحطه كده يتهوى بس حاجات بسيطه كده. المهم ان انا اتاكد من نظافته، عشان خاطر طبعا الاولاد بيقعدوا في الارض وبيلعبوا، فما كانش ينفع ان انا اسيبه. انا مش هتك عليه، المهم بس بعقم الحاجات اللي فيه.
وبعد كده بقى كنست الارض ومسحتها، والريسبشن عندي كان نظيف، وبقيه الشقه كانت نظيفه، ما كانتش محتاجه حاجه. المطبخ بقى اللي هياخد مني مجهود، لان هنعمل بقى فطار وهنعمل حلويات، وهعمل كمان نوع الاكل لبكره لتاني يوم. بس بقى المخدات، الاكياس المخدات كانت كتير قوي في دورة واحدة، فحطيت الغوامق لوحدها وحطيت الفواتح لوحدها عشان احط بقى كلور وحاجات تانية كده براحتي، عشان ما اخافش ان هما يبقعوا ولا حاجة. المخدات دي انا كنت عاملاها انا، اللي هو الخامة الجلد المقلوب، كنت المتر كان عامل 3، بيعمل 3 مخدات معاكي، وكنت بجيب انا الفايبر وكنت بحطه فيه. ده بقى الغسيل هروح انشره عشان خاطر ادخل المطبخ وانا بقى ايه مرتاحة كده، وكان فاضل بس السجاد ياخد الشمس وبعد كده افرشه. بعد كده بقى دخلت على المطبخ. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل نجريسكو. الوصفه دي سهله قوي وبسيطه، وطعمها بيبقى حلو، والكميه بتاعتها بتبقى جميله قوي وبتتضاعف معاكي. وممكن من صدر واحد بس من الفراخ تعملي كميه حلوه. حطيت ميه مغليه وحطيت عليها ملح وزيت. وبعد كده بقى هنعمل الكريمه. اصل النجريسكو ان هي بتكون كريمه مش بشاميل. الفرق بينهم ان طبعا البشاميل اللي بتحطي 4 معالق دقيق عليهم 4 معالق سمنه، لكن هنا الاصل فيها ان انتي بيكون الكريمه اصل فيها الزبده كتير قوي، ومثلا حطيتي 4 معالق زبده يبقى تحطي على معلقتين دقيق صغيرين، والبشاميل بتاعها بيكون خفيف مش تقيل. وبتحطي بقى قشطه بكميه، يعني ممكن تحطي 3 4 معالق قشطه كده، او ممكن نص علبه من العلب اللي هي المعلبه. وبيكون البشاميل بتاعها خفيف مش تقيل عشان تبقى معاكي جوسي كده وطعمها حلو. كمان المكرونه مش بتتسلق سلق كامل، بتسلقيها 3/4 سوا، والميه مش بترميها، بنستخدمها برضو في الوصفه. هحط بقى ايه على الحاجات ديت؟ حطيت طبعا، هي كان فيها قشطه، اللبن كان فيه قشطه فحطيته معاه، وحطيت اللي هي خلطه الكنور اللي هي بتاعه الخضروات، بتدي طعم حلو قوي ليها، وملح وفلفل وجوز الطيب، وبس كده. لو انت بقى ما عندكيش الخلطه دي ممكن تحطي شويه توم باودر، بصل باودر، رشه صغيره من البهارات، البهارات اللي هي المكعبات اللي هي الماجي. لو ممكن تحطي حاجه صغيره او مكعب بتدي طعم حلو برضو يعني. مش هنقف على حاجه يعني. بعد كده بقى شلت البشاميل على جنب او الكريمه عشان خاطر ما تتقلش معايا، لان انا عايزاها خفيفه. ونزلت بالمكرونه كلها كده سليمه، ما بخليهاش ما بكسرهاش، وبحط حاجه بسيطه خالص من الخل عشان خاطر ما تمسكش المكرونه في بعضيها مع الزيت كمان. هبدا بقى ان انا اطلعها كده ومش بغسلها يعني بطلعها الاول بعد كده بشطفها، وبسيب بقى شويه الميه كده عشان هحتاجهم مش بكبها. بعد كده بقى هعمل الفراخ. دول كانوا معايا اللي هي القطع الموزة دي، كانوا حوالي 3 قطع او 4 صغيرين. بدأت ان انا قطعتهم شرايح. ممكن بقى تاخدي صدر واحد من الفراخ، شريحتين بانيه، اي حاجة يعني موجودة عندك، وهتبدأي ان انتي تحطي عليهم بصل وفلفل اخضر الوان المتوفر عندك. انا كان عندي في الفريزر فطلعت. بعد ما بتطفي النار ممكن تحطي كمان شرايح زيتون، ولو من الناس اللي بتحب المشروم ممكن تحطيه هو على النار كده معاها عادي بيستوي، بس انا مش من الناس اللي بتحب المشروم خالص ومش بستخدمه. هبدأ بقى بهرها بملح وفلفل وبهارات فراخ وسنة من جوز الطيب وبس كده، وهسيبها تستوي معايا بقى. ما عندك مكعب برضو مرق ماشي، عندك مرقة الخضار اللي هي مرقة الفراخ الفورية برضو حطي منها. هخلط بقى المكونات دي كده كلها مع بعض وهسيبها تستوي معايا، وبعد كده نبدأ بقى نخلطها كلها كده مع بعضيها. ده كان عيش فينو عندي كان في الفريزر، لان ما كانش الاولاد هيستخدموه هياكلوه، فطلعته بقى عشان احمره في الفرن وهو شغال بالمرة، واعمله بقسماط للبنين. قلت بقى بالمره والفرن شغال، الحماس والطاقه كده جت مره واحده، فقلت اعمل كده طاجن رز معمر عشان خاطر ابقى ازود الاكل تاني يوم، يعني يبقى معايا مستوي بدل ما اشغل الفرن تاني. حطيت بقى الرز بعد ما غسلته سمنه بلدي وقشطه وملح ولبن، وزودت شويه ميه وبس كده، حطيته في الفرن هيستوي بقى معايا ويبقى تمام. هبدأ بقى ان انا اخد الحاجات دي. بصوا خفيف معايا مش تقيل خالص، مش زي البشاميل. يعني انا برضو لما باجي اعمل بشاميل بعمله خفيف كده، لان بحب المكرونه تبقى جوسي ما تبقاش ماسكه في بعضيها وناشفه. نزلت بقى بالبشاميل، وبعد كده نزلت بالفراخ، وبعد كده هقلبهم كلهم مع بعض. دي مش طبقات، بتتعمل كده كلها مع بعضيها. انا كنت عامله فيديو عن النجريسكو، لو حابين تشوفوه برضو بالتفاصيل، ما تدخلوش في الروتين وكده هتلاقوه موجود. بعد كده بقى بنزل بشويه ميه المكرونه اللي احنا سلقنا فيها المكرونه دي، بتخلي المكرونه معاكي جوسي وطريه وتحفه جدا جدا، طعمها بيبقى جميل قوي. وعلى الوش حابه تحطي جبن حطي، مش حابه وما عندكيش عادي خالص مش هتفرق. انا كمان كان عندي مكعب جبنه مثلثات، حطيته في البشاميل وهو على النار فساح معايا. كان عندي بقى شويه كده تشكيله جبنه تركي على موتزاريلا حطيته، وهدخلها الفرن. هتاخد معاكي ساعه الا تلت.
بعد كده بقى كان عندي كيلو كنافه، مش شرط ان احنا نطحنه في الكبه عشان يبقى معاكي ناعم، طالما دخلتيه الفريزر اول ما تضغطي عليه زي ما انا بعمل كده هيتفرفت معاكي بكل سهوله. هاخد ربع كيلو هعمله بالمره دي، هعمل بالمكسرات. انا قبل كده كنت عامله بالقشطه الكدابه وكان طعمها تحفه، جربوها. ودي برضو بالمكسرات حلو قوي، الربع كيلو حلو يعني، هيعمل معانا صينيه حلوه يعني ممكن تقعد معاكي يومين لو انتم مش بتاكلوا فيها قوي. هحط بقى عليها ايه، هحط سكر بودر وهحط سمنه. انا مش بلتزم قوي لما بكون بعمل الحاجه لينا احنا يعني في البيت، مش بلتزم قوي اللي هو النص كيلو عليه نص كوبايه سمنه وكلام من ده، لان بحاول اقلل الدهون على قد ما اقدر. لكن طبعا لو في ضيوف يعني بحب اظبط المقادير بالظبط عشان يبقى طعم الحاجه حلو، وهي برضو والله كان طعمها حلو ومش وحش لان انا واخده كميه قليله يعني. ابتديت بقى ان انا قلبتها كلها في بعضيها عشان كلها تتغلف كده بالسمنه، وبعد كده بقى رصيت تحت، وطبعا كنت دهنه سمنه برضو، وهضغط بايديا ونزلت بقى بالمكسرات دي، كان سوداني على لوز على بندق على فستق، وطحناه انا ومخلطاهم مع بعض، وحطيت شويه زبيب صغيرين ونزلت بالكميه الباقيه، وهبدا اضغط جامد بايدي وهحطها في الفرن، لان كده كده الفرن كان شغال وسخن. حابه تحطي على الوش معلقه سمنه عشان تتحمر معاكي على طول براحتك، انا ما حطيتش لان كده كده كانت فيها. هنا بقى كان معايا العيش خلاص كان اتحمر، هو هنا الكاميرا مغمقاه لكن هو مش غامق بالشكل ده. هسيبه بقى يهدى وبعد كده هطحنه في الكبه. بعد كده بقى دخلت على المواعين الجبارة اللي كانت كومت معايا من الحاجات بقى اللي كنت بعملها، والتصوير شوية بيحتاج مواعين كتير. فنصيحتي ليكي بقى ما تقوليش لا خلي الحاجات دي بقى بعد الفطار وانا تعبت وكفايه كده ومش قادره، لا يعني انصحك ان انت قبل ما تقعدي على الفطار تكوني مخلصه كل حاجه في المطبخ، ما تخليش حاجه خالص. وبعد ما تفطري بلاش تقولي انا مش قادره وتعبانه ولا اخلي المواعين دلوقتي، طب هفطر وبعد ما افطر بقى هريح شويه، طب هاخد كوبايه حاجه اشربها، طب هصلي، هتلاقي نفسك المطبخ ده بقى حاجه تقيله جدا عليكي وما انتش عايزه تعمليه اساسا. لكن على ما تقومي كده من على الفطار على طول اتحركي، حتى عشان الاكل ما يعملش في معدتك وعشان خاطر كمان الوزن ما يزيدش، فنتحرك كده في المطبخ، نغسل المواعين، ننظف البوتاجاز، الارض لو محتاجه ان انت تكنسيها وما لحقتيش تكنسيها قبل الفطار اكنسيها، امسحي كده الرخامات، ظبطي الدنيا، اعملي لك كوبايه حاجه كده على النار هاديه خالص على ما تخلصي الحوض، وانتي واقفه كده اذكري ربنا، اعملي كده اذكار ليكي وانتي واقفه على المواعين، هتلاقي نفسك خلصتي بسرعه جدا وارتحتي احسن من ان انتي تسيبيها، يعني هتلاقي نفسك بتعمليها قبل الفجر. انا بحب اعمل كده على طول يعني. هنا بقى كانت المكرونه معايا طلعت، بصوا بقى جوسي ازاي، طريه جدا جدا، طعمها كان حلو قوي، جربوها بجد هتعجبكم، وبتعمل كميه حلوه قوي من اقل كميه من الفراخ يعني. هنا بقى كنت طحنته خلاص العيش، هتحطي عليه بقى ايه، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، ملح وفلفل، البهارات اللي عندك حطيها بيبقى حلو قوي. بعد كده بقى عندي هنا الكنافه كانت طلعت، لو انت عايزه الكنافه طريه هتحطي عليها شربات يكون خفيف وهتغطيها، لو انت عايزاها ناشفه هتحطي الشربات يكون تقيل وهتسيبيها مكشوفه كده مش هتغطيها، هتبقى معاكي ناشفه وحلوه. بعد كده بقى ده تاني يوم ما قدرتش اعمل حاجه تاني في اليوم ده، جبت بقى الفايبر كله فككته بالشكل ده، وحطيت بقى العبك جوه، وهبدا ان انا اقفل كده بالشكل. كان عندي اكياس قديمه حطيتها بالسوسته يعني بدل العبك عشان بعد كده اشيل واغسل الكفر اللي بره ده بس، لان اللي جوه مش بغسله على طول. عملتهم بقى كلهم وظبطتهم عشان ان شاء الله لما الركنه الجديده تيجي يعني هحطهم عليها. انا مختاره لون يمشي مع الحاجات دي عشان خاطر ما اعملش بقى خداديات تانية، لان انا عندي يعني مش محتاجه تاني. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا وخدتوا كده افكار لوصفات حلوه، ما تنسوش تحطوا لايك جميل زيكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم في رعايه الله وامنه، مع السلامه.